المغاربة لو في كاس عالم بتتلعب دلوقتي هيكسبوها. موسم المغاربة. ويا رب السنة دي بقى تخلص بقى، يعني أنا بصراحة السنة دي جابت آخرها معايا، أنا عايزها تنتهي. لأن دي سنة المغاربة، سنة حصاد البطولات، سنة المكاسب. يا رب تنتهي، يعني الحمد لله إن الكاس الأفريقية هتكون نهايتها في سنة جديدة، سنة 2026. يديك مشنا هذا المصري هذايا بصراحة الله. آه، كيقول بأن حال المغرب كتحقق نجاحات كبيرة، وبصراحة الله ما يمكنش، لأن هادو غيشدو علينا العين يعني باش منتوجوش بكاس افريقيا. يعني المصريين بصراحة الله صافي دارت عندنا العين ديال المصريين، ورغم أن الهدف الكبير هو كاس افريقيا الأمم اللي غتقام بالمغرب، وبالتالي يعني المغاربة متألقين. والعين دابا حاليا كامله كتصب المغرب. هاد الدراري خصهم يكونوا متحرين. اللي كندوي على كاس افريقيا اللي غتكون في المغرب، ولكن هذا الشخص هذا فهو طلب الاعتذار من المغرب، من المغاربه، وبغى يصالحهم، رغم انه انا في نظري ما دار والو، يعني في اطار الشدان ديال الكره، فهمتي، عادي جدا. يعني يتمنى تنتصر البلاد ديالو، يدير ديك الشو ديالو، المهم غير السبان ماشي مزيان، السبان والمعيار ماشي مزيان. اما في اطار رياضي عادي. فنخليكم تشوفوا هذا المصري هذا عاوتاني كي كيتصالح مع المغاربه بعد ما عصبهم من البال. المغاربة زعلانين مني. أنا بصراحة ما أقدرش أزعل إخواتي المغاربة. أنا جيت أنام دلوقتي ما عرفتش أنام لما حسيت إن في ناس، والناس اللي هم زعلانين مني من إخواتي المغاربة لسه ما يعرفونيش يعني. لما يعرفوني هيحبوني. المهم الناس دي برضو ما ينفعش أنام وهم زعلانين مني. فقعدت أفكر كده مع نفسي، طب أصالحهم اذا ليه؟ كمشنا أفرحهم. فهو فهاد المصري هذايا بزاف د المصريين اليوم غادي يكونوا حافز للاعبين، وكيعنوا التضامن ديالنا مع المنتخب المغربي باش يتوج باللقب في مصر. بصراحه الله المنتخب، المشجعين المصريين دائما كيشجعوا المنتخب، حتى في كاس العالم ديال قطر 2022 هما كانوا متشجعين، دائما كانوا كيطلعوا تيشيرت ديال المنتخب، الاعلاميين كذلك مثال. بصراحه الله بزاف ديال المشجعين ديال المنتخب المغربي في مصر. فبصراحه الله نتمنى من الله من الاسود اليوم يكونوا في المستوى ويجيبوا لنا ديك لاكوب باش نفرحوا كاملين في العشيه. وما نساوش نهنيو بنهضه بركان بالانتصار ديالو بالامس ثنائيه، رغم ان الحكم بصراحه الله حرم بركان بزاف د الحوايج، وكان كيقول بلي الفار معطل، هو معطلشي. المهم 2-0 في نظري كافيه باش ان في الاياب يمشيو يسجلوا هدف، وما يديروش ديك السيناريو اللي داروه في قسنطينه، سجلوا هدف وتنتهي المباراه. فالماتش بين اليدين ديال بركان. وهادشي اللي كاين الاخوان. ما نساوش دعمونا بلايك واشتراك اللي مازال ما اشترك في القناه ديالنا باش نكبروا ان شاء الله ربي، وتهلاو لي فاسكم.